يجد نفسه أمام امرأة بسم الله ما شاء الله، وأمام رجل بسم الله ما شاء الله، ثم يواصل العناد. واش تحمق؟ تناطح الصخر يا أخي. يا أخي الجزائري إلا أرض الجزائر، هل أنت تناطح الصخر؟ واحد كبير منك بعد منه، هذا هو المنطق. عاد منطق، انا شارف وكبير وعيان، ما غاديش ندير المصارعه مع واحد عنده 20 عام، العضلات ديالو غادي يتكرفص عليا، غادي يهلكني غير باشاره واحده، غادي يجفف بيا الارض. فالذكاء والمنطق يقول لي ننسحب بكرامه وبشرف والى اخره. فهذا الذي وقع لك الان في هذه المنصه. جيتي مع الاخت الملكه بسم الله ما شاء الله، متمكنه من مادتها، متمكنه من اسلوبها، اسلوب بسم الله ما شاء الله. الاخ الياس حدث ولا حرج، وانت جالس بيناتهم. يعني بارك الله، الله يحفظك يا بني، يا بني. انا راه في المرتبه ديال باك ولا ديال جدك. ارجوك انسحب بهدوء وبكرامه، والله يوفقك للخير. بارك الله فيك يا شيخ. يعني انا والله غير عجبني الحال كي طلعت انت شيخ، باسكو انت انسان تاع حق، وانسان كما قال العبد راك تعرف اللي ليك واللي عليك. قول لهم برك يا شيخ يعطيونا حق المداخله وما يكوبينوناش الميكرو، وما كان حتى مشكل. السؤال يا اللي بني، بغاو. انا ارى والله اعلم على انهم يسالونك سؤالا، لا تجيب عن السؤال ثم تذهب الى الحشو، الى معليش الى يا شيخ، يا الى شيخ، جوانب انا اخرى. سالني انا سالني الانسان هذا اللي راهو معنا في اللايف، الياس الله اعلم اسمه. قال لي انتوما واش كما قال الموقف تاعكم من اسرائيل؟ قلت له حنايا ما نعترفوش بهذه الدوله تاع خطأ. اسرائيل. هو خطأ، هذا كيان، ماشي انا سؤال. هو اعيد لك كيان. انا اعيد خطأ. لك السؤال بطريقه اخرى يا حبيبي، راح تفضل، الا ارض الجزائر. اعيد لك السؤال بطريقه اخرى. راح تفضل. رئيس الدوله الجزائريه ده اعترف بعظمة لسانه في مؤتمر جامعة الدول العربية مؤخرا بأنه مع حل الدولتين، وذكر فلسطين بأن الحدود 67 والعاصمة ديال القدس، بحل الدولتين، أي دولة لا بد أن تكون لها سيادة بجوار دولة أخرى لا بد لها من سيادة. الدولة الأولى عرفناها هي فلسطين والقدس حدود 67. الدولة الثانية التي يؤمن بها تبون ويقول حل الدولتين، هذا مثنى، هذا في جوج بارك الله دولتين. فيك يا شيخ. هذا الشيء اللي بغيت انايا نجاوب عليه وما ما خلونيش. درك يلا انا تفضل. نجاوبك يا شيخ. انا مادام راك انت هنايا تنصفني اسمع. يا شيخ، راك انت هنا باش التمس تنصفني. يا حبيبي، انصفني يا شيخ. التمس من الملكة بنت المملكة، أنا أشفع فيك بين يديها أن تتركك لا حتى. ما لا. يا شيخ، يا شيخ، انا راني قلت لك انت من المنبر هذا راك انسان ما شاء الله، وراك شيخ وتبارك الله. راني قلت لك انصفني يا شيخ برك. يلا السؤال هو عندك، تفضل. أعطينا حق الكلام. يعني الرئيس تاعي أنايا اللي هو سي عبد المجيد تبون يقول باللي أنا نعترف بحل الدولتين. حل الدولتين هذا يعني الرئيس تبون هو اللي داره، ولا الجامعة اللي انعقدت؟ يعني الجامعة العربية هي أساسا تكونت على رجال فلسطين، لا وهما حول ولا قوة. القادة العرب خرجوا بقرار باللي لازم يكون حل دولتين في حدود 67، وإسرائيل تحكم كوتي وفلسطين تحكم كوتي. اسرائيل ما مشاتش في الطرح اللي دارته الجامعه العربيه وقعدت تغتصب في الارض تاع فلسطينيين. يعني حنايا انتم ما مشيتوش في الشيء اللي هضرنا عليه احنا ودرناه كقاده عرب، انتم انقضتوا العهد. ما لا انا ما نستعرفش بيك، انا نستعرف بيك الوقت اللي تسلم الارض لمواليها، الشيء اللي هضرنا عليه. هذا هو الرئيس تبون، وهذا احنا هما الجزائريين. علاش تحبوا زعما تعقبوا مغالطات يا باللي الرئيس تبون يستعرف سامحني بالكيان الصهيوني؟ يا شيخ، يعني يا الرئيس، يا شيخ شيخ يا محمد، شيخ. سامحني الله ها يخليك. بلاتي دابا هو سامحني يا شيخ توضح. محمد الله بلاتي يخليك. اسمحوا لي اسمحوا لي أعطيني باش نوضح دقيقة. بيناتكم، الله يكبر بكم واحد تفضل. الدقيقه باش نوضحوا للناس. اذا هو قال بانهم هم لا يتعاملون مع دوله اسرائيل، وهم لا يعترفون بدوله اسرائيل، وهم ضد اليهود وضد دوله اسرائيل، وان رئيسهم تبون يقولها بالبند العريض انه اذا وافقت اسرائيل ومنحت الاراضي
لفلسطين وقيام دولة فلسطين آنذاك، فهم مع مشروع السلام العربي ومع الحدود ديال 67 والقدس الشرقية عاصمتها عاصمة فلسطين. من هنا غادي نعاود نكرر السؤال اللي بغيت نخليكم ديما عاقلين عليه، هو أن دولة الجزائر ليس لها أي تعاملات اقتصادية أو تجارية مع دولة إسرائيل. السؤال الثاني اللي غادي تطرح عليه لا وخصو قبل يفكر فيه ذلك من دابا. عفاك، قبل ذلك عفاك ردوا هذا عليه هو على السؤال هادشي ديالي اللي انا اللي قال. غادي نمشي. واخا لا قبل ذلك عفاك ردوا عليه على هادشي اللي قال. حيد بيان الميوت سور بيان نبيل، سور، انا قلت لك زعما شنو كنوضح ودابا غنعطيكم حق الرد. حيد الميوت نبيل، حيد الميوت نبيل، حيد لا الميوت. شوف النقطة التي ذكرت سبحان الله الملكة هي سبقتني إليها، بمعنى أنهم لا يعترفون حسب زعمه، لا يعترفون بدولة إسرائيل لأنها أي دولة إسرائيل لم تمنح الفلسطينيين دولة في حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف. فهذا نفس الفهم الذي فهمته. فلو أن دولة إسرائيل استجابت للمطلب الجامعة العربية وسلمت الفلسطينيين دولة في حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف، هنا حكومة الجزائر ستؤمن بدولة إسرائيل. هكذا فهمت، أليس كذلك؟ هذاك هو ولكن الشيخ، هذاك هو الشيخ. قبل ونزيد ذلك نقول لك وجب هذا الرد عليه، بلاتي وجب هذا الرد الشيخ، عليه. هذا الشيخ يا واخا شيخ، بلاتي هذا الشيء. بلاتي الجزائري باش تفهم النقاش. انت طرحتي اطروحتك، حنا وضحنا للناس، دابا من حق الياس يعقب عليك. فهمتي؟ اسمح لي عافاك نجاوبك. انت كتقول حيد الميوت، حيد الميوت. انت كتقول باللي نتوما مع حدود 67 لكن بشرط أن تخضع لمطالب الجامعة العربية. أعطيني دولة واحدة عربية تقول عكس ذلك، هذه الأولى. لا ما كاينش دولة، كاين شوف، لا ما كاينش دولة واحدة أخرى تقول عكس ذلك، ولكن مزيان. كاين دول خليك عربية. ولكن اسمعني جاوبني أخي، بسؤال. دقيقة أنا ما الياس، فهمتش علاش أنت خصك دقيقة يا تضرب سي الياس، بوحدك. يا سي وأنت الياس كتضرب دقيقة برك. بوحدك يا أخي. لا ما كلام رانيش نضرب بوحدي. هذا هو النقاش. ما يمكنش. جاوبوا من جاوب، ماشي هذا هو النقاش. النقاش هو صاحبي اخذ خصك وعطاء، تجاوب، تقول له تعلم نعم تجاوب. هو يكمل التعقيب ديالو. خصك هل تجاوب. جميع الدول هل لها هناك نجاوب دولة فيك. عربية تقول عكس ما تقوله الحكومة الجزائرية؟ جاوب. كاين دول عربية خانت الاتفاق العربي، خانوا كيف الاتفاق خانت؟ العربي أعطينا دليل على وراحوا. أنها خانت. أعطينا دليل على أنها خانت. أكبر دليل هو المغرب خاين. أكبر دليل هي الأردن. أكبر دليل هو الأردن. أعطينا دليل. لما تروح اسمح لي لما تروح انت لقمه النقب، اسمع لي لما تروح انت. ما يجاوبش. اعطينا دليل. حيد الميوت واعطينا دليل، ما تخرجش. دليل. الدليل انه انتوما مباطحتوا ورضيتوا. دليل على ان احنا مباطحنا. بلاتي الياس، بلاتي. عرفتي هذوك اللي كتسميهم الانبطاح؟ والله ليست هناك دولة انبطحت وتبردعت أكثر من دولة الجزائر التي استفتأت في سنة 1968 بتقرير مصير شعب. ليست له دولة مركزية. وعرفتي شكون صوت عليك؟ عرفتي شكون نبيل؟ إسرائيل هي ما صوتت على وجودك يا سي نبيل. اسمع نبيل، اسمع باش تعرف المنبطح. المنبطح هو من استعمر من طرف تركيا أو الدولة العثمانية لمدة 4 قرون. هو من استعمرته فرنسا لمدة 132 سنة. هذاك هو المنبطح. عرفتي شكون هو الدولة المنبطحة؟ هو اللي قال عليها شارل دوغول لم تكن هناك أمة اسمها الجزائر. المنبطح هو اللي كيجي عندهم ماكرون وكيقول لهم انا ما غنطلبش منكم السماحه، وهو اللي كتجيو كتلاقوه بالاحضان. هذاك هو المنبطح يا عزيزي، بالدليل. دابا نوريوك التصاور، دابا نوريوك بالفيديو. والدليل القاطع هو ان هذيك اللي كتسميها انت انك ما كتعترفش بها، سمحتي انها تعترف بك، وكانت دوله قبل منك انت حسب الامم المتحده، وانت رضختي لها هي. إذا أين هو الانبطاح هنايا؟ واش في النظام الجزائري أم في نظامنا المغربي؟ وغتزيد تقول شي كلمة واحدة أخرى خارجة، غنبين لك الفيديو ديال شارل دوغول كيقول عليك أنك لم تكن أمة،
وغنوريك الدغوا دي زانديجين ان فرنسا كانت كتعتبرك دي زانديجين عندها تما. وغنزيد نوريك الكلمه ديال ماكرون عليك وكيفاش تلاقيتوه بالاحضان، وغنزيد نوريك الرئيس ديالك وهو يركع للعلم الفرنسي، وغنزيد نبين لك الخوذه اللي صيفطاتها فرنسا على راس شنقريحه رئيس الاركان الجيش الجزائري، وهو منبطح واساس ديال الثروات الفرنسيه في الجزائر. باش مره اخرى ملي تهضر على المملكه المغربيه تشلل فمك عاد تهضر عليها، وباش المره الجايه تعرف علاش حنا كنقولوا عاش الملك الانبطاحي. اما كلمات هاد اللي كتستعملهم هذيك سير استعملهم في دربك اولدي.